السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم في قناه شيوات ام حسن. لاول مره يزور قناتي ما ينساش يدير الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. فضلا وليس امرا. اليوم البنات بغيت ندير السفه المدفونه بالدجاج اللي كتجي زوينه بزاف. نتمنى اول مره غنشاركها معكم ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. اللي عجبته الوصفه ما توقفش عنده، نتمنى ان شاء الله يشاركها مع الاحباب والاصدقاء ديالو. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديروا الشعريه هي الاولى، هاد الرقيقه هذه ديال السفه غادي نديرها هي الاول. في نتوما البنات غادي ندير 4 كاس ديال الزيت نباتيه. غنديروا غير الزيت والملحه البنات، شويه د الملحه باش ما تجيناش واحد شويه. نزيدو شويه واحد نص معلقه صغيره هكذا، وغادي ندخلوا فيها هاد الزيت كامل البنات باش من نديروها تفور ما تعجنش لينا. هانتوما كندخلوا فيها داك 4 كاس كامل ديال الزيت. انا درت الماء كيسخن، هانتوما غير شويه بشويه بحال هكذا حتى كنلبسوها كامله بالزيت. ما تخليو حتى شي طريف هكا بلا زيت لان غتعجن لكم الا ما درتوش هاد الطريقه هذه. غادي نعطيكم طريقه اللي هي سهله، تبعوا معايا الفيديو باش ديروا ليها غير هاد التفويره هذه والتفويره الثانيه صافي. كاين اللي كيدير ليها 7 6 لا البنات. غادي نعطيكم طريقه ساهله دغيا تنجد معكم السفه وتجيكم رطبه ما معجنه ما حتى شي حاجه. هانتوما صافي من بعد ما لبستها كامل بالزيت غادي ندوز البنات نجيب الكسكاس ديالي غادي نعمر فيه. عندي هنايا نص كيلو ديال الشعريه، نتوما ديروا الكميه اللي حبيتو على حساب افراد العائله. هانتوما البنات صافي غادي ندير هكا الفور وغادي نرجع وغادي نوجد معكم تغبيره الدجاج كتجي رائعه وزوينه بزاف. نتمنى تجربوها راه كتجي زوينه. صافي انا درتها على الماء كتفور. غادي نوجدو معكم الدجاج. انا البنات عندي هنا واحد 3 البصلات كبارين، عندي هنا واحد 6 أو 7 ديال الفصوص ديال الثومه، ضروري تكثروا الثومه. عندي هنايا نص دجاجه البنات مقطعه. غادي نديروا البصله ديالنا هنايا في الهشوار هكذا نقسموها غير بحال هكا باش تكون كبيره. من هاد التغميره هادي كتبغي البصله كتجي مدغمره وكتجي زوينه بزاف. ما تطحنوش البصله بزاف حتى تذوب، خليها شويه هكا باينه. هانتوما البنات غادي ندير هاد الثومه صافي. غادي ندوز كلشي هادشي في الهشوار. وانا كنخدم ونقول لكم في المقادير البنات في العطريه وداكشي عطريه مغربيه. هانتوما البنات من بعد ما شلط البصله كما قلت لكم خصها تجي بحال هكذا تجي غير مهرمشه. غادي ندير البصله ديالي هنايا في الكوكوط كامله 3 البصلات كبارين و8 ديال الفصوص ديال الثومه البنات. صافي غادي ندير الدجاج، غادي ندير العطريه كلشي في دقه واحده. هانتوما هنا عندي البنات قزبر معدنوس مقطع صغير، ندير واحد الكميه لا باس بها. ندير هنا 4 كاس ديال الزيت نباتيه، مكثروش الزيت بزاف. هنا عندي سكينجبير، غادي ندير هنايا الفلفل الاسود. نديرو كميه مزيانه. غادي ندير هنايا تحميره البنات، ندير معلقه صغيره عامره مزيان
بطبيعه الحال الملحه عفوا خرقوم. ندير واحد المعلقه ونص ديال الخرقوم، ونديرو الملحه البنات. الملحه كتبقى حسب الذوق كما قلت لكم. صافي كنخلطوا هادشي كامل، كنديرو على البوطه يتشحر. هانتوما البنات غادي نضيف واحد شويه د القرفه، ندير واحد شويه د القرفه صافي. وغادي ندير هاد الشحر هانتوما نخلطو مزيان. غادي نشعل ليها البوطه نخليها كتشحر مزيان. ونرجع معكم نقول لكم شحال غادي نديرو ديال الماء. من بعد ما طابت ليا شويه غادي نديرها هنا بحال هكذا. غادي نجيب هاد البرمان هادي اللي كان الماء اللي كيكون يتفور به، غادي نديرها نكبها عليها بحال هكذا بحال هكذا البنات هكذا. وهاد الماء غادي نرجعوه ثاني للبرمه. داك الماء اللي كان هنايا البنات زدت درتوه بحال هكذا وخويته على هاد الشعريه مره ثانيه. صافي دابا غادي نديرها تفور. نبدا نشحر البنات بالريحه طالعه شهيت الصراحه. صافي البنات غادي نجيب الماء ما يكون دافي. هنايا البنات غادي ندير الماء يكون دافي، يجي البنات الطالينه ديال الدجاج. صافي غادي نزيد عليها، غادي نخليها في طيق الدجاج باش نفردو. هانتوما معايا البنات حتى الاخير باش نجح معكم هاد الصفه المدفونه. صافي سديت عليها البنات الكوكوط. هنا البنات من بعد ما طابت ليا الشعريه ديالي كما كتشوفوا درت ليها غير التفويره الاولى غير بالزيت وزدت ليها التفويره الثانيه. صافي هانتوما كيفاش كتجي، ما تجي لا معجنه لا حتى شي حاجه. دابا غادي نبداو ندريسيو فيها. انا فتحت هذاك الدجاج حيدته من المرقه، فتحته بحال هكذا قطع اللي هما صغار، والمرقه خليتها حتى نشفات، يعني ماشي نشفات بصفه نهائيه. ندير معلقه هنايا ديال الزبده، معلقه عامره مزيان كبيره. ندير هنايا السكر معلقه ونص اللي بغى الحلاوه، يقدر يدير كثر. غادي نخلط هذا الشيء كامل. هنا البنات من بعد ما خلطت الزبده والسكر هانتوما كتجي تبارك الله ما شاء الله، كتجي حبه باينه على اختها. غادي نديرو الطبقه الاولى البنات بحال هكذا. نديرو الطبقه الاولى، غادي نديرو الدجاج بحال هكذا. نديرو الدجاج ديالنا كامل في الوسط. صافي غادي نديرو المريقه. تبارك الله راه جات خاطره. هانتوما كيفاش جات المريقه ديالها، جات كتشهي بصراحه. غادي نمرقو بحال هكذا، خصنا نروها مزيان باش ما تجيناش ناشفه. هانتوما صافي وغادي نغطي من الفوق. انا كنزرب البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو فقط. هانتوما صافي غادي نكمل ونرجع معكم للطبق النهائي. ندير هنا اللوز اللي قشرته وقليته وهرمشته البنات على هذا الشكل هذا. هانتوما هانتوما البنات الطبسيل ديالنا كيفاش جات تبارك الله، جات كتشهي والمذاق ما نقولش لكم البنات، جات زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم
وتجربوها، راها زوينه يعني ودغيا كتوجد الطريقه اللي قلت لكم، دغيا كتوجد. اللي اول مره يدخل قناتي ما ينساش الاشتراك وضغط على الجرس. اللي عجبته الوصفه ودارها وجاتو زوينه كتبها لي في الكومونتيرات. فضلا وليس امرا، نستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.